احلى تحيه لكل اللي بيشوفوني. معاكم حسن التوني، واخر ليالي السحور السنه دي. رمضان كريم عليكم يا اخواتي، رمضان عدى بسرعه، يا رب يتقبل مننا جميعا صالح الاعمال. وحبيت اختم بقى السحور عند الجحش، واحد من اشهر مطاعم الفول والطعميه في السيده زينب. فاللايك بتاعك الجميل، وما تنساش الفولو لاخوك حسن التوني. وتعالوا نشوف السحور عند الجحش بيقول ايه. الاجواء هناك رمضانيه ورايقه قوي، تيجي انت واسرتك او اصحابك وتتسحروا سحور رايق. تعالوا نشوف بقى طلبنا ايه. طبق الفول اللي عايم في الزيت الحار ده سعره 30 جنيه، بينزل معاه عيش وسلطه. ولا طبق البطاطس البيتي المحمر ده، شكله كان شددني قوي وسعره 20 جنيه. البيض بسطرمه اللي بتتعمل في سمنه بلدي، بتبدا اسعار البيض من 25 و30 و35. الطعميه المحشيه سواء كيري او محشيه عادي، والقرص عامل 10 جنيه، وبصراحه غالي حبتين. نبدا باول حاجه الفول بالزيت الحار، نزلت عليه بالطحينه اللي هم حاطينها، وبعدها شويه ملح حلوين، وقعدنا نقلب بقى شويه تقليب حلو، وخدت لقمه رايقه كده يا اخواتي. طعم الفول بتاعهم كويس قوي ولذيذ، والحياء بتاعه كمان مظبوط. بعدها معلقه السلطه الرايقه بقى يا دلع يا توني، ولا حته البتنجان المحمر كده بيعلي الطعم اكتر واكتر. بعدها دخلت في الطعميه. القرص ده محشي كيري، قلت افتحه معاكم بسم الله. هو ايه ده؟ هو فين الكيري؟ فتحت تاني نص القرص، لقيت فيه حته جبنه كيري خفيفه. الحشو يكاد يكون غير مرئي. الطعميه عندهم حلو قوي بصراحه، مش هنكر، بس ما تستناش الحشو عشان مش هيكون موجود. نفس الموضوع في قرص الطعميه المحشيه، عادي جدا، بيكون يا دوب حاجه بسيطه جوه القرص، بس الطعم بتاع الطعميه بتاعهم خطير يا اخواتي. قلت ادوس في البيض بسطرمه، طعمها عادي زي اي بيض بسطرمه ممكن تاكله في اي مكان. البطاطس المحمره دي بقى جننتني، طعمها حلو جدا، وحقيقي زي البطاطس البيتي اللي بتاكلها في بيتك بالظبط، فلازم تطلبها في السحور بتاعك. ما ينفعش اقفل الفيديو من غير ما اعمل سندوتش القنبله بتاعي، فول على طعميه على بتنجان على بطاطس محمره، كل حاجه كانت قدامي في اللقمه. ودوس يا توني واديها ما ترحمهاش. ودي كانت التجربه بتاعت الجحش يا اخواتي، تجربه كانت لطيفه، تعيش اجواء السحور الجميله هناك. وبكده يكون خلص الكلام في الريفيو بتاع النهارده، وما يحلى الختام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. اوعى تنسوا تذكروا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سلام.